بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلب ام مرحيم، النهارده يا حبايب قلب ام مرحيم هنعمل كباب حل. كباب حل يا حبايبي، بيبقى عباره عن لحمه وبصل والتوابل وبس، مفيش اي اضافات تانية. احنا عايزين نجدد يعني ايه، تبقى اللحمه والفراخ نجدد فيها، بس برضو بحسب امكانياتنا احنا وبحسب اللي موجود عندنا في البيت، يعني ما نكلفش نفسنا اكتر من اللازم عشان الدنيا غاليه. دلوقتي انا معايا ده حوالي نص كيلو لحمة متقطع مكعبات. الكباب الحل يا حبايبي، مقدار اللحمة مقدار البصل، يعني لو نص كيلو لحمة يبقى نص كيلو بصل، لو كيلو لحمة كيلو بصل، لو ربع كيلو لحمة، حتى لو هتعملي بربع كيلو لحمة يبقى ربع كيلو بصل. مقدار اللحمة بيساوي مقدار البصل. انا معايا هنا اللحمة طبعا حسب الكمية اللي عندك او حسب افراد اسرتك، ومعايا البصل بالظبط قدها. يعني هنعمل ايه بقى، هنقطع البصل بتاعنا شرايح اهو وهوريه لكم. طبعا يا حبايبي الكباب الحله بتقدم معاه، عايز تكليب عيش ممكن تكليب عيش، ممكن مكرونه، بس انا النهارده اعمل معاه رز بالحبهان والمستكه، يعني تغيير في طعم الرز وحاجه جديده هيمشي معاه قوي. يعني الرز بالحبهان والمستكه هيمشي قوي مع كباب الحله بتاعنا. اهو يا حبايب قلبي، انا هنا كده قطعت البصل بتاعنا وعملت ايه، واللحمه قطعتها مكعبات. اللحمه يا حبايبي بتتقطع مكعبات كده اهي، بتقطعها مكعبات بالسمين بتاعها، يعني لو فيها ملبسه فيها دهن بتاع، عايز تعملها بلحمه صافي اعملها بلحمه صافي. انا يا حبايبي ما بحطش لكباب الحل اكتر من البصل وبس، يعني ما في ناس بتحط بطاطس وفلفل وحاجات كده، كده قلبت معاكي صينيه لحمه بالبطاطس يعني، او بطاطس باللحم، كده هتقلب معانا كده عكعكه يعني. فالافضل كباب الحله ما تعملش غير كده وبس، بصل ولحمه. هنعمل ايه بقى، انا حاطه الحله تسخن على النار، هنزل باللحمه، لازم الحله تكون سخنه عشان اللحمه ما تنزلش الميه العصاره بتاعتها. كده يا حبايب قلبي اللحمه هنا طبعا انا غسلتها، شطفت لها شطفه كده. اللحمه ما بتتنقعش، لان اللحمه لما بتتنقع بتنزل الفيتامينات اللي فيها، فانا اديت لها شطفه كده بالملح والليمون والخل وشطفتها. خلاص الحله هنا معانا على النار سخنت جدا، هننزل باللحمه. طبعا اللحمه فيها دهن كتير او ملبسه، فطبعا مش محتاجه زيت. لو هي لحمه حمراء حطي معلقه سمنه او معلقتين زيت، هدي لها تشويحه اهو، وبعدين هحط لها الزيت بتاعها. يا حبايب قلبي اللحمه اهي، انا سخنت الحله قوي ونزلت باللحمه، واللحمه غيرت اللون بتاعها، هحط لها معلقتين زيت، او لو عايزه تضيفي معلقه سمنه. هي طبعا مش هتكتري الزيت لان هي فيها اللحمه اللي عندي دي فيها نسبه دهون يعني. فهنعمل ايه، هنشوح فيها برضو دقيقتين 3 كده قبل ما ننزل بالبصل اهو. يا حبايب قلبي يعني اعملي على قدك، يعني على حسب افراد اسرتك، يعني لو انت فردين 3 الاكله ديت ممكن تعملي ربع كيلو لحمه، لو انت افراد اسرتك قليله. لو انت اكتر من 3 اشخاص ممكن تجيبي نص، لان هي اصلا بتتقطع مكعبات مش منابات كبيره يعني، او قطع كبيره اهي. بدات تاخد معانا التشويحه اهي، واللحمه هنا اهي بدات تاخد اللون معانا. هنعمل ايه بقى، هننزل بالبصل بتاعنا. البصل اهو، مش عايزه تقطعي البصل كده قطعيه، لو عندك بصل صغير خالص اللي هو البصل الصغنطوط اللي بيقولوا يعني اللي اسمه قورمه، بصل قورمه، لو عندك البصل الصغير ده ممكن تحطيه تضيفيه. لو عندك بصل ابيض يبقى احسن، يعني يستحسن، لان هي الوصفه دي اصلا اساسها بالبصل الابيض، بس انا عشان ما عنديش فمش هقف على حاجه طبعا. هعمل ايه اهو، تفضلي تقلبي كده وتشوحي لحد ما البصل ده يدبل خالص. ما قلناش طبعا ان البصل باين اهو، لحد ما يدبل خالص قبل ما نحط الاضافات بتاعتنا، قبل ما تحط التوابل وتهدي عليهم النار. هيفضل طبعا 5 دقايق على العالي، وبعدين هنهدي النار علينا وهو بيتشوح كده. هنعمل ايه بقى، هنعمل بقى هشتغل في الرز كمان، واللحمه شغاله على النار، او كباب الحله على النار، لان هو حبايبي مش هياخد سوا معانا لان احنا مقطعينه مكعبات صغيره. خلاص اهو هنسيبه يتشوح وهنشتغل في الرز. اولع هنا البوتاجاز على الحله بتاعت الرز اهو.
هنا يا حبايب قلبي انا حطيت الحله بتاعتنا على النار وحطيت فيها الماده الدهنيه. عايز تحط زيت سمنه براحتك، انا حاطه هنا زيت وانا بحب الاكل بالزيت يا جماعه بيبقى خفيف عن السمنه. هنعمل ايه بقى؟ الرز ده اسمه رز بالحبهان والمستكه. بس انا هحط له بقى طبعا ورق لورا معانا اهو. معانا كام واحده ورق لورا كده بتسخني قوي، ومعانا كذا واحده كده، كام واحده حبهان يعني كتري كده يعني. دول حوالي 9 وحدات اهمت. هنسخنهم في النار مع الحبهان. ده حبهان. نحط بقى المستكه نسخنهم في النار. اول ما الريحه بتاعتهم تظهر كده هنعمل ايه؟ هننزل بالرز. وساعة الاكل بقشليهم، ساعة ما تيجي تغرفي يعني بقشليهم. ده بده طعم حلو قوي وبخلي طعم الرز متنكد معانا اهو. مفيش فيه يعني اي افتكاسه ولا اي حاجه جديده ولا اي حاجه غريبه. هنا الحبهان والمستكه بدأوا ياخدوا لون اهو. هنعمل ايه؟ هننزل بالرز نشوحه كويس قوي معاه. تقليبه كده عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل وجميل. هنعمل ايه؟ هنحط الميه بتاعت الرز بتاعنا وهنحط له الملح وهنغطي عليه. طبعا طبخ الرز زي طبخ هو طبخ رز عادي، بس من الاول بنحط له حبهان ومستكه في الاول. انا حطيت الملح بتاعنا اهو. هعمل ايه بقى؟ هغطي عليه لما يتشرب براحته. هنا يا حبايب قلبي كباب الحله بدأ ياخد لون معانا اهو، هو والبصل، اللحمه والبصل. هنعمل ايه بقى؟ ايدك فيه على طول تفضلي تقلبي كده وهتعملي ايه؟ هنهدي عليه النار. هنحط له التوابل بتاعتنا والاضافات وهنهدي على النار. كباب الحله ما بيتحطلوش ميه، ممكن تحطي له نص كوبايه ميه يعني لو لقيتيه محتاج او عاوز. هو هنا اهو مفيش ميه ولا اي حاجه خالص، بس احنا لما نهدي النار البصل طبعا فيه ميه هينزل العصاره بتاعته واللحمه هتنزل العصاره بتاعتها. احنا هنهدي عليه النار خالص وهنسيبه يستوي على نار هاديه. التوابل بتاعتنا فلفل على كمون على كزبره، وهنا معلقه ملح وربع معلقه سكر. ربع معلقه سكر ومعلقه صغيره ملح. الملح بتاعك زي ما انت بتحبيه. ودي معلقه فلفل على كمون على كزبره هنحطه عليها وهنغطي عليها النار نقلبها ببعض اهو. يا حبايب قلبي انا حطيت بعد ما حطيت التوابل وحطيت كل حاجه اهو. هي بدات تاخد لون معانا وبدات تتكرمل معانا لوحدها خالص ولونها يتغير والبصل يدبل معانا. انا طبعا حطيت لها كل حاجه وهديت عليها النار. هغطي عليها بقى وهوريها لكم لما تستوي. زي ما قلت لكم ان الكباب الحله ما بيتسواش على نار عاليه. امال بتعمل ايه يا ام رحيم؟ بتستوى على نار هاديه. انت كل شويه كده تروحي عند الحله وتقلبيه كل 5 دقائق وتحطي شويه، تزودي شويه ميه صغيرين لو انت حسيت انه محتاج نص كوبايه ميه بس، او لو عندك مرقه ضيفي مرقه، نص كوبايه مرقه اللي هي الشوربه يعني. خلاص هنغطي عليه وكمان شويه ما يستوي هوريهولكم. وهنا يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ده الرز بالحبهان معانا. انا زي ما قلت لك رحتوا على فكره يا جماعه كانك بتعملي لحمه بالظبط اهو. قلبوا بعضه ما شاء الله، حبايه من حبايه اهو اهو. هنعمل ايه بقى؟ هنسيبه على النار، هنهدي عليه يشرب براحته 10 دقايق كده وبعدين هنطفي عليه. وهنا يا حبايب قلبي اهو ما شاء الله ما شاء الله برضو اللحمه معانا استوت اهي اهي، والريحه بتاعتها جميله يا جماعه والله العظيم. وحتى لون البصل كمان غير وبقى لونه بني زي لون اللحمه بالظبط. هنا يا جماعه كده انا اقدر اقول لكم ان احنا ممكن نزود نص كوبايه ميه. انا مهديه طبعا عليها النار وما زودتلهاش اي اضافات، بس هي خلاص نزلت الميه بتاعتها وشربتها كمان. هحط لها نص كوبايه ميه كمان وهغطي عليها بقى لحد ما تستوي خالص، مش هكتر لها ميه اهو. انا هحط هنا كوبايه ميه، احطها كلها وخلاص مش مشكله عشان يبقى فيها ايه شويه صوص خفاف كده اهي. هنهدي عليها النار وهنسيبها بقى تستوي كده وتتكتك مع نفسها كده. يا حبايب قلبي احنا غرفنا معانا الاكل اهو اهو. ده شكل الاكل النهائي. ده رز طبعا زي ما انا قلت رز بالحبان والمستكه. وده الصوص يا جماعه بيبقى كده شويه يعني ماسك نفسه شويه. لو انت حابه الصوص يبقى سايب شويه او هي فيها مرقه شويه عن كده بتزودي شويه ميه صغيرين، بس هو بيبقى كده اهو.
اوريكم اللحمه بتاعتنا مستويه ازاي. ما شاء الله اللحمه اهي جدا 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 اهو. والرز ما شاء الله ما شاء الله يا حبايبي، الرز مفلفل. اللحمه معانا دايبه دوب ما شاء الله، دايبه دوب دايبه دوب. ما خدش وقت يا جماعه، ما خدتش وقت معانا في السوا خالص 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 اهي، ما خدتش اي وقت معانا في السوا خالص. اللحمه معانا مستويه وطعمها جميل. لو انت حابه بقى تاكلي بعيش، ممكن الاكله دي ممكن على فكره بتتاكل بعيش. ما انتش حابه تاكلي بعيش ممكن تاكليها زي ما هي كده برز. الرز طعمه جميل جدا يا جماعه، وبألف هنا وشفا. واتمنى حبايب قلبي ان انتوا تدعموني. اتمنى الاكل بتاعي يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.